عصير رمضاني بارد ويسرسح على القلب. فاليوم سويت لكم عصير التمر الهند، عصير بارد ومنعش، لازم تجربوه. فبالبداية نحتاج كاسة ونحتاج علبة واحدة من التمر الهندي اللي بالنوى، لأن اللي منزوع النوى مالته مو كلش طيب، ونبدي نفلس التمر الهندي مالتنا بهذا الشكل. وهسه بعد ما فلسناه ننزل عليه لترين من المي الفاتر ونغطيه ونتركه لمدة 4 ساعات أقل شيء على مود ينقع عندنا، وإذا ليلة كاملة بعد أفضل. وهسه اجينا بعد مرور ليلة كاملة راح نلقاه ناقع بشكل كافي، نبدي نهرس بيه بإيدينا بهذا الشكل ونهرسه كل الزين، ونحاول نفصل التمر عن البذور والخيوط مالته. وهسه بعد ما هرسناه هرسة أولى راح نبدي نصفيه بأي مصفي عندنا بهذا الشكل. وإذا دا تلاحظون بقت عندنا بقايا تمر بالخيوط وبالبذور مالته، هسه هذا ننذبه ننقعه مرة ثانية بكوب أو كوبين مي، ونرجع نهرسه هرسة ثانية ونصفيه. ولاحظوا التمر شلون استفادينا من عنده وطلعناه من البذور والخيوط، ونصفيه مرة ثانية ومرة ثالثة ويكون جاهز عندنا العصير. هسه تقدرون تخففونه بمي او تخلوه ثخين وراح يطلع عندكم عصير التمر الهندي حامض، تقدرون تحلونه بشكر، هاي حسب الرغبة. هسه نخلي